السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض بكاكيم فلاحي. عارفين البكاكيم؟ البكاكيم الفلاحي او القرص اللي احنا بنشتريها من مخبوزات اللي هي العيش البلدي والفلاحين والكلام ده. طعمها حلو جدا ومغذي جدا جدا جدا، والاولاد بيحبوها في اوقات الدراسة وسندوتشات المدرسة والكلام ده. مقاديرها سهلة جدا 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 جدا. انا عندي هنا دقيق، دول حوالي 2 كيلو. معايا قطعة من الخميرة البيرة، انا بستخدمها دايما، ما بحبش الفورية خالص. بحس ان دي بتدي هش كده للخل العجين، هش وحلو. تمام. الحشوات بقى يعني بعد ما نعجنها ليكي حرية الاختيار في الحشوات. ممكن تحشيها جبنة قريش، ممكن تحشيها زعتر ناشف، اللي هو ده الزعتر ده. انا بحط عليه معلقتين 3 كده من زيت الزيتون، وبعمله زي كده دقة حلوة بيه. ده زعتر حلبي محوج، زعتر حلبي محوج. بحشيها برضو جبنة وزيتون، بتحشيها اي حشوة، لحمة مفرومة، عايزة تسيبيها سادة زي ما تحبي. هي في النهاية الأكلة تحفة وجميلة جدا ومغذية، وبتبقى في السندوتشات المدارس والدروس والكلام ده منقذة يعني. احنا مبدئيا كده انا هجيب بولة كبيرة، وعندي هنا 2 كيلو من دقيق متعدد الاستخدامات. هنزله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. كفاية الكمية دي اهو. هحط عليها شوية من الملح، تمام كده. وهحط كمان عليها نص معلقة سكر صغيرة عشان تظبط بس الطعم. لو عندك سمسم ضيفي سمسم، ما عندكيش مفيش مشكلة. عندي هنا شوية سمسم، هحطه برضو كده. احنا بنخلط كل المكونات الجافة مع بعض اهو. عندك هبتدي بقى. احنا كده حطينا الدقيق ومعلقة من الملح صغيرة وشوية سكر صغيرين، وكمان الدقيق طبعا، وقلبنا كله مع بعض، وشوية سمسم. هنا هحط كمان عندي معلقة من بيكنج باودر، وهقلب كل المقدار الجاف كله مع بعضه كده، تمام كده. تمام. تاني حاجة بقى، انا عندي هنا لبن رايب. هضيف اللبن الرايب على حسب احتياج العجين. بسم الله الرحمن الرحيم. اعجن كده الاول، وعلى حسب ما ياخد بقى مني لبن. عايزه تعملي نص لبن ونص ميه زي ما تحبي. هيحتاج كمان شويه لبن. شويه اللبن اللي هضيفهم هدوب فيهم الخميره. الخميره اهي هدوبها في شويه اللبن، او لو عايزه تدوبها في شويه ميه برضو زي ما تحبي اهو. هبتدي بقى انزل بيها كده واعجن لحد ما العجينه كلها تكتمل معايا. هبتدي انزل بقى بالزبده او السمنه او الزيت زي ما تحبي، برضو اختياريه، يا سمنه يا زبده يا زيت يا قشطه، زي ما تحبي. انا كده حطيت كل مقدار اللبن اللي عندي. ابتدي بقى الم العجينه، عجنها.
اهو. انا بقى هستخدم ايه؟ هستخدم زبدة. زبدة اهيت، هاخد منها قطعة كده. عايزة تسيحيها سيحيها، بس انا يعني الجو اصلا حر مش مستاهل. مع شوية زيت. احط كمان شوية زيت، وابتدي بقى اعجن. الزبدة اصلا سايحة اهي، مش مستاهلة ان انا اسخنها. وابتدي بقى الم العجينة كلها مع بعضها. هي مجرد ما تتلم بس اعجنها كويس اهو. هلم بقى العجينة وارجع لكم مرة تانية. العجينة بدأت تتلم معايا اهي. هبتدي بقى الت فيها شوية كده علشان تكون معجونة تمام. ايدي طلعت نظيفة خالص، ما فيهاش اي عجين، وكده بتكون العجينة نجحت معايا. هسيبها بقى في مكان دافي، اغطيها واسيبها في مكان دافي كده لحد ما تختمر معايا. طبعا الجو حر، هتختمر على طول في خلال نص ساعة ولا حاجة. حطيها بقى في فرن البوتاجاز في المطبخ عندك في مكان دافي كده اهو. بس كده كده تمام. اهي عايزه اوريها لكم اهي. شايفين العجينه طريه وجميله ازاي؟ هسيبها بقى في مكان دافي شويه لحد ما تختمر معايا. ادي البكاكيم او القرص الفلاحي خمرت اهي. شايفين العجينه حلوه ازاي؟ العجينه جميله جدا اهي. وريحتها حلوه قوي، ريحه الزبده مع اللبن الرايب اللي حطيناه ريحتها جميله جدا. هبتدي اعمل فيها ايه بقى؟ بجيب صاج كده عندي وابتدي بقى اقرصها كور صغيره او على حسب مقدار ما انتي عايزاه. بقرصها كده اهو، كرات كده صغيره بالشكل ده كده بمسك كده والف عشان بلدنا اللي هم لسه داخلين المطبخ جداد اهو. القرص دي جميله جدا، بتنفع فطار او عشاء، مدارس، خروجات، حلوه جدا وريحتها حلوه. والعجينه بحبها، يعني عجينه ملساء وجميله. الطريقه دي كده اهو زي ما انتم شايفين كده. هبتدي بقى اللي انا اكمل بقيه المقدار ونرجع نعمل الحشوات مع بعض.
احنا عندنا حشوتين، حشوة الجبنة القريش مع الفلفل وحشوة الزعتر المحوج بزيت الزيتون. نقول بسم الله الرحمن الرحيم بقى ونبتدي. بجيب طبق كده عشان افرد فيه العجينة اهي. العجينة اهي زي الفل، جميلة جدا اهي. ببططها كده عايزه تفرديها اكتر من كده بتفرديها بقى بالنشابه دي، النشابه الصغيره بتاعتي بتاعت القرص اهو. فردتها. هعمل ايه؟ هجيب الحشوه بتاعت الجبنه واحطها في النص كده. انا طبعا مسخنه الفرن. هبتدي اضم كده اهو، اعملها زي الحجاب او زي المثلث اهو، واقفلها كويس طبعا عشان خاطر الحشوه ما تطلعش من جوه. انا بعمل كل حشوه بشكل عشان يبقوا الولاد كده عارفين ان اللي بياكلوه اللي هياكلوه ايه. المثلثه دي انا هعملها بالجبنه، والساده هفردها عادي اهي. دي المثلثه اهي تمام كده. احطها بقى عندي في صاج او صينيه على جنب. اعمل كمان واحده. الساده هخليها كده، ابططها واخليها كده مدوره عادي زي البكاكين العاديه بتاعتنا بتاعت الفلاحين اهي. لو عايزه تصغري القطعيه شويه صغريها. بعملها انا كده بقى اهو. دي الساده. اعمل واحده بالزعتر اهي. ابتدي بقى اضمها لفوق زي القطايف كده. انا كل الاشكال دي بعملها ليه؟ عشان اي حد ياكل الحاجه بعرف ان المدوره او المطاوله دي مثلا زعتر، المثلثه حشوه فيها جبنه، المدوره ساده، الطويله مثلا بيبقى فيها لحمه مفرومه، اي حشوه انت عايزاها. بس كده. هكمل بقى بقيه المقدار ونرجع مع بعض نشوف. هنطيبها بقى في الفرن واوريها لكم ان شاء الله بعد ما تخرج اهي. عايزه اقربها لكم شويه عشان تكونوا شايفين. دي اللي هخليها ساده. اعمل لكم المثلث تاني عشان تكونوا ايه، ممكن ما تكونوش كانت واضحه قوي. احط معلقه من الجبنه هنا كده اهو، وبجيب الطرف ده مع الطرف ده كده لفوق واعمل كده تمام. والطرف اللي هو لوحده ده بضمه على الاتنين التانيين اهو. بس كده. وبالشكل ده انا خلصت كل المقدار اللي عندي. عملت الساده المدوره دي ساده، وعملت كمان كحك كده عشان الولاد. والاول عملت دي اللي بالزعتر الطويله، دي بالزعتر، دي بالجبنه حشوه الجبنه القريش اهو. وتفضل عندي حته عملتها زي خليه النحل كده بالزعتر المحوج والسمسم
اهي. هبتدي بقى ادخلها الفرن، وهي على طبعا عشان الجو حر بدأت تختمر كأنها تختمر من اول وجديد معايا. تمام. فانا هدخلها الفرن على طول. لكن لو الجو بارد شويه بركنها شويه كده وبغطيها باي قماشه عندي واسيبها حوالي نص ساعه العجينه ترفع معايا مره تانية، وابتدي بعد كده اسويها واخبزها في الفرن. لكن دلوقتي عشان الجو حر وانا مشغله الفرن كمان في المطبخ، فالعجينه معايا طالعه حلوه هي زي ما انتم شايفين كده اهو. هبتدي بقى اخبزها في الفرن واوريها لكم. دي في الفرن اهي بتستوي، شايفين فوق وتحت، انا مشغله النار فوق وتحت. وادي القرص او البكاكيم الفلاحي اللي احنا عملناها مع بعض، او المناقيش زي ما بيسموها في بعض الدول العربية. احنا بنسميها بكاكيم فلاحي، يعني احنا شكلناها بس بشكل جميل زي ما انتم شايفين. حشناها جبنة قريش بالفلفل الاخضر اهو، اي حشوة انت تحبيها. ودي كانت عجينة باقية عملتها زي خلية النحل كده بالزعتر اهي، جميلة زي ما انتم شايفين. ودي القرص السادة او البكاكيم السادة اهي، لو حد حابب يعمل سندوتشات او اي حاجة اهو. ودي اللي بالزعتر زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. اللي انا ما حطيتش ال2 كيلو كمان كلهم، يعني انا عملت بمقدار كيلو ونص دقيق عمل معايا الكمية اللي انتم شايفينها دي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله زي ما انتم شايفين اهو. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وتطلع من بين ايديكم احلى واحلى باذن الله. عمروا كده بيوتكم بريحة الخير وشجعوا ولادكم كده على الاكل الجميل. انا عايزه افتح لكم بس واحده من الجبنه كده، دي اللي كانت بالجبنه والجبنه القريش والفلفل الاخضر اهو. تاكليها بقى وهي سخنه طعمها روعه، جميله جدا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. طعمها والله العظيم فوق الرائع. انا على طول طبعا بعملها دي بالجبنه القريش والفلفل الاخضر والنعناع. تمام. ودي اللي كانت بالزعتر، هفتح لكم كمان واحده بالزعتر اهي اهي. دي اللي بالزعتر طعمها برضو جميل جدا جدا اهي. وبألف هنا وشفا، يا رب تعجبكم وتجربوها بأي حشوة انتوا حابينها. انا اوقات ما يبقى عندي لحمة مفرومة بعملها باللحمة المفرومة عامة، برضو بدخل فيها غذاء برضو للأولاد، وطرية كمان اهي وهشة اهي، طريه وجميله جدا جدا. تنفع بقى سندوتشات مدارس للدروس، خارجين العصاري كده في نادي او حاجه. وبألف هنا وشفا، وان شاء الله تجربوها وتكون احلى من ايديكم. بشكركم جدا على حسن المتابعه، وما تنسونوش في اللايك والاشتراك للي بيشوفنا لاول مره. اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شايفين طرية ازاي اهي. ممكن تستخدميها كمان كعجينة للعيش الكايزر، تعملي برجر او تعملي سندوتشات للاولاد اهو. هشة جدا جدا وجميلة وطرية زي ما انتم شايفين كده.